السلام عليكم، معكم شيف صلاح الباتني. اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم سلطه مكرونه بطريقه سهله وبسيطه بالخضر، رافقتها بواحد لاصوص اللي راح تعطيها بنه اكثر واكثر، توالم بزاف الرياضيين والناس اللي يحبوا يديروا الريجيم. خليكم على الشا. اول حاجه في كاسرونه نديروا كميه من الماء، شويه تاع زيت، كعبه تاع مرق الدجاج وورقه تاع رند جوست تهز الغليه. نضيفوا اي نوعيه تاع مكرونه ونطيبوها بنسبه 90%. بالنسبه للصلصه عندي علبه تاع يورت ناتور، 2 ملاعق كبار تاع المايونيز، عندي 4 ملعقه تاع لا موطارد ما تكثرش بزاف، وملعقه نتاع الخل ولا تاع عصير الليمون. عندي ايضا كميه من ثوم غبره، كميه من بصله غبره، اذا ما كانتش موجوده استعملوا البصله والثوم العاديه، وشويه تاع الملح. تقدروا ايضا ديروا الفرماج، نخلطوها جيدا حتى تحصلوا على قوام يكون ليس. هذه الصلصه بزاف بنينه، تمشى بزاف مع السلطات. بعد ما طبت لي هذيك المكرونه، درت لها شويه ما بارد باش يحبس طيابها، درت لها شويه تاع الخيار، شويه تاع الكاشير، شويه ايضا نتاع السناريه، مايس، زيتون خضر وزيتون اسود، وجبت لهنا طون تاع ريكامار. واليوم راح نستعمل الطبيعي بدون زيوت، بدون اي اضافه، بدون طماطم، طبيعي 100%. ودرت ايضا هذيك لاصوص اللي خدمتها معكم، ونخلطوا غير بالعقل بهذه الطريقه. ومن بعد نحطوها في صحن تقديم. صراحه تشوفوا ذاك اللون تاع الخضر مع هذيك المكرونه من اروع ما يكون. وزينتها لهنا بالبيض. وانتم لكم الاختيار كيفاش تحبوا تزينوا الطبق تاعكم. اذا شهيتكم بالصحه، نتلاقاو في عد اخر مع وصفات اخرى. ما تنسوش تبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء والاحباب، خليوا لي اراءكم في التعليقات. نتلاقاو في عد اخر مع وصفات اخرى، والسلام عليكم.